هذه الأيام هذا اللي قدمت عليه الجزائر تشجيع يعني ظاهرة العنصرية، منين عزت، منين فشل البوليس وفشل الجندر وفشل الجيش وفشلت المحاكمات السورية وفشل كامل اللي قد نقدوا عادوا يزجوا بحراويين كامل، خاصة تحت شعار صحراويين المغاربة إلى آخره، يزجوا بهم إياك يعني يعتدوا على الصحراويين، ياك يعزلوا الصحراويين، ياك حقيقة يقوموا بشيء مماثل للي كانت تقوم به يعني نظام بريطوريا العنصري ضد السكان الأصليين الأفارقة. إذن العنصرية في أبشع مظاهرها، في أسوأ يعني تجلياتها، هذا يسبوه في الأمازيغ إلى آخره لا أساس لها من الصحة. هذا فعل نظام الجزائر يستعملوا هذه الورقة. احنا ما بيننا ما هو الخير والإحسان مع الشعب المغربي، ولا بيننا ما هو الخير والإحسان مع يعني الأمازيغ المغاربة والأمازيغ شمال أفريقيا. احنا امتداد لهم وهم جزء منا واحنا جزء منهم، واحنا يعني كشعب كمجتمع مزيج من العرب والأمازيغ والأفارقة، وحدنا الإسلام وفي الإسلام يربطنا معهم هذا، وما بيننا معهم الخير والإحسان. وبالتالي علينا احنا الصحراويين المغاربة كاملين ويعبروا العالم عن ذيك الكلمة اللي قالوا سنة 1976 على أنهم أرى مغربية ومن الجزائر، اللي حقيقة يخبط يعني شيء منا بشيء، ياك يبقى هو الحكم ياك يبقى هو فوق. علينا حقيقة نتفطنوا هذه المناورة الخطيرة، ندعو الصحراويين إلى يعني الحكمة والتبصر ومد يد الخير للإخوان المغاربة، كانوا أمازيغ والله كانوا عرب، نمدوا معاهم شسور وأواصر المحبة، ياك نفشلوا يعني مناورة الجزائر. وعلى كل حال نقولوا للمغاربة هذه 33 مغربي مرحبا بكم عندنا، كيف احنا مولي ندعوكم أن ترحبوا بنا عندكم ونتقاسموا كل ما لدينا ونعيشوا يعني في ظل الحرية وفي ظل التفاهم وفي ظل التعايش السلمي، ونشركوا معنا جيراننا كاملين، سواء في موريتانيا سواء في تونس سواء في ليبيا، على مستوى المنطقة اللي احنا موجودين بها، وننشروا يعني أواصر الخير والمحبة إلى آخره. الحق لا الحق وتقرير المصير لا بد منه. الصحراء مغربية لا مرد لها فعلا وقولا.